السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعي قناة صالح عديدة. اليوم راح نتكلموا على الحكم النهائي لقضية يوسف عطال الذي صدر اليوم بمحكمة نيس الفرنسية، وكذلك راح نتكلموا على جديد تربص المنتخب الوطني الجزائري والحصة التدريبية التي قام بها أمسية يوم أمس. قبل أن نبدأ لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. نبدأ قضية يوسف عطال. اليوم أصدرت محكمة نيس قرار العقوبة بحق يوسف عطال بعد ما طلب وكيل النيابة في شهر ديسمبر الماضي في المحاكمة نتاعو. وكيل النيابة طلب الحكم عليه ب10 أشهر نافذة وتغريمه بمبلغ 45,000 يورو. اليوم أصدرت المحكمة القرار النهائي بحق يوسف عطال. هو موجود معنا في هذا المقال نقرأه مع بعضنا. أصدر القضاء الفرنسي اليوم الأربعاء قراره في قضية الدولي الجزائري يوسف عطال لاعب نادي نيس الفرنسي. وقرر القضاء الفرنسي الحكم على عطال بالحبس الغير نافذة بالسجن غير نافذة لمدة 8 أشهر بعد ما كان وكيل النيابة طلب 10 أشهر السجن غير نافذة، قلصوا شهرين مثلا، بالإضافة إلى غرامة مالية بقيمة 45,000 يورو. بقات الغرامة هي نفسها، والحكم كان 10 أشهر اللي طلبوا وكيل النيابة. المحكمة أصدرت 8 أشهر فقط. نتابعوا معنا. وكان وكيل الجمهورية الفرنسي قد التمس عقوبة 10 أشهر سجن غير نافذة وغرامة مالية تقدر ب45,000 يورو في حق الدولي الجزائري يوسف عطال. وأكد محامي الدولي الجزائري عطال بأن القانون الفرنسي غير مؤهل للخوض في قضية اللاعب الخضر الذي يواجه تهم التحريض على الكراهية، مبررا ذلك أنه الواقع لم تحدث في مدينة نيس. هذه في المحكمة تاعو الماضية اللي ما عندوش عليها اطلاع. المحامي تاع عطال قال لهم القضاء الفرنسي غير مؤهل لخوض هذه المحكمة لأن القضية ما صارتش في الأراضي الفرنسية، بل حدثت واللاعب في تربص مع المنتخب الوطني الجزائري. ومن جهتها رد وكيل الجمهورية الفرنسي على مرافعة المحامي بأن القانون الفرنسي مؤهل لمقاضاة يوسف عطال، وقالت مكان إقامة عطال في نيس وعليه سيتم تطبيق القوانين القضائية الفرنسية. وأضافت نحن أمام منشور على مواقع التواصل الاجتماعي للاعب يعيش في فرنسا منذ 5 سنوات ومتابعيه من جمهور نادي نيس. وقال الدولي الجزائري لدى استجوابه من طرف قاضي محكمة نيس في قضية منشوره الداعم لفلسطين بأنه أراد فقط تمرير رسالة سلام. هذه أثناء المحكمة. استمى هنايا الخلاصة اللي خرجوا بها الحكم ب8 أشهر غير نافذة بالإضافة إلى مبلغ 45,000 يورو. وهذه العقوبة استمى نفسها كما طلبت النيابة كما قررت المحكمة. هذا في خصوص يوسف عطال. إن شاء الله في الانتقالات الشتوية هذه غادر الدوري الفرنسي ويتجه إلى دوري آخر ونتفكوا من العنصرية هذه نتاعهم بالنسبة للاعبين الجزائريين. أما بخصوص التربص المنتخب الوطني الجزائري الذي أجري ليلة أمس كان بحضور جميع اللاعبين ما عدا اللاعب الدولي رايان آيت نوري الذي كان مصاب بزكام خفيف، وهذا ما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية.
ما قال لنشرة وكالة الأنباء الجزائرية اليوم على إثر تربص المنتخب الوطني الجزائري. نشاهدوه مع بعضنا خوتي. وما جاء في هذا المقال: واصل المنتخب الجزائري لكرة القدم تحضيراته الأخيرة بالعاصمة الطوغولية لومي تحسبا لنهائيات كأس إفريقيا للأمم كوتيفوار من 13 يناير إلى 11 فبراير. وقد أجرى أمس الثلاثاء حصة تدريبية الثالثة في جو مريح جدا وبحضور المجموعة بما فيها الحارس وهاب مبولحي باستثناء الظهير الأيسر ريان آيت نوري الذي كان مصاب بزكام حسب ما كشفت عنه الاتحادية الجزائرية لكرة القدم اليوم الأربعاء على موقعها الرسمي. واصلوا أيضا في هذا المقال: الحصة التدريبية انطلقت عمليا في الفترة المسائية وبدأ عمل المجموعة بتمارين الخفة بلمستين للكرة قبل الانتقال إلى ورش الإحماء المتنوعة، حواجز سرعة وأعمدة تعرج وما إلى ذلك، ثم توزيع التعداد إلى مجموعتين. أما النصف الثاني من الحصة الذي جرى في ظل مستوى رطوبة حوالي 64%، فتم تخصيصه ابتداء من الساعة 6:15 مساء لمواجهتين، حيث جمعت المباراة الأولى بين 4 فرق ضد بعضها البعض مع صدريات مختلفة في الألوان على مساحة محافظة بمرمى صغير، ثم بين فريقين لكن هذه المرة على ثلثي الملعب. هنايا في المقال هذا لخصونا واش راهم قاموا قاعدين في الحصة التدريبية. بداوها بلمسات خفيفة للكرة ومن بعد بداو ورش إحماء متنوعة حواجز سرعة، وساعتها مباراة خفيفة اللي أرى مكونة من 4 فرق صدريات مختلفة. المهم ما يهمناش هذا، هنا راهم يعطونا ملخص الحصة التدريبية واش راهم داروا فيها وكذا ارتفعت الرطوبة كانت نسبة 64%. هذا ثاني نخلو لكم صور الحصة التدريبية للمنتخب إن شاء الله. وفي الأخير لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصل لكم كل جديد. أخوكم صالح عديدة، سلام.